هنعمل مع بعض النهاردة ميني بيتزا بعجينة هشة وناجحة جدا. هنتكلم فيها عن كل أسرار الميني بيتزا بتاعة الأفران، إزاي بتتعمل وإزاي الصلصة بتاعة البيتزا تطلع طعمها حلو جدا، وكمان إزاي المكونات ما تقعش من على الميني بيتزا من فوق. بس يا ريت تتابعوا الفيديو بتاعي، ولو عجبكم الفيديو تضغطوا لايك، وطبعا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. أول خطوة هنعملها هي العجينة. في البداية طبعا أنا معايا كوباية من المية الدافية، حطيتها في بولة وحطيت عليها معلقة من السكر، وهحط عليها كمان معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. المعلقة الكبيرة دي يعني مقدار كيس صغير. طبعا حطيت معلقة السكر عشان الخميرة تتفاعل مع يعني تتفاعل بسرعة، ونشوف نتيجتها على طول. لو احنا مش واثقين في نوع الخميرة، لو واثقين في نوع الخميرة خلاص عادي بنحطها على دقيق على طول. قلبتها كويس قوي وهسيبها كده تتفاعل لمدة 10 دقايق لغاية ما تكون الرغاوي اللي احنا شايفينها على الوش دي، وبعد كده ابتدي اشتغل بيها. هكمل بقى الخطوات. حطيت ربع كوباية من الزيت، اي زيت نباتي عندك ينفع، سواء زيت عباد الشمس او زيت ذرة او زيت زيتون بتكون كويسة جدا. نيجي بقى لنقطة مهمة قوي وهو الدقيق. أنا استخدمت نوع دقيق فاخر، ينفع للمخبوزات أو يكون مخصص للبيتزا أو حتى مكتوب عليه جميع الأغراض، مفيش مشكلة، هينفع معاكي كل الأنواع دي. بس المقدار لازم يكون يعني مظبوط. يعني أنا لما أقول كوباية معيارية ما ينفعش كده أغرف بالكوباية من الدقيق وأشتغل على طول، لا، لازم أملأ الكوباية من الدقيق بالمعلقة لغاية كده ما السطح يبقى متساوي زي ما انتم شايفين، عشان يكون المقدار كوباية بالظبط. تمام، سواء هاشتغل بكوباية معيارية أو هاشتغل بكوباية اللي هي المج الشاي بتاعي، لازم أعمل الحركة دي. ما ينفعش يبقى الدقيق مكبوس كده جوه الكوباية، لأ، لازم يبقى فيه فراغات هوا، ويكون يعني الكوباية يعني مش ممتلئة أو مش هرمية. أنا هاستخدم 2 كوباية ونص من الدقيق، وحطيت عليهم كمان معلقتين كبار من اللبن البودرة، بيدي طعم حلو قوي، ودي طبعا خطوة اختيارية. وحطيت كمان نص معلقة من الملح، وهعجن المكونات دي مع بعض كويس قوي لغاية ما العجينة تتلم معايا. طبعا عشان أنواع الدقيق بتكون غير بعض، يعني أنا الدقيق بتاعي غير الدقيق بتاعك، يعني كل نوع بيكون ليه مواصفات خاصة أو بيشرب سوائل غير بكمية غير بعض يعني. فأنت ممكن تزودي لو لقيتي العجينة كده يعني مش ملمومة معاكي، ممكن تضيفي معلقتين من الدقيق تاني وانت بتلمي العجينة. طبعا أنا ابتديت أعجن العجينة كده على إيدي بسرعة بسرعة، وهتحسوا كده إن العجينة لسه خشنة أو بتقطع كده معايا. هسيبها ترتاح شوية وبعد كده هكمل عجن تاني. طبعا الخطوة اللي أنا عملتها دي عشان تسهل علينا العجن. طبعا انت لو عندك عجان هينجز معاكي بسرعة، بس أنا حبيت أعملها على إيدي عشان لو حد مبتدئ أو حد أول مرة يعمل عجينة يشوف النتيجة طالعة إزاي. وعلى فكرة العجن على الإيد بيبقى ممتاز جدا وبيدي نتيجة كويسة جدا. بصوا العجينة نعمت معايا إزاي. هبتدي بقى أعجن فيها براحتي. هابتدي بقى طبعًا أعجنها لمدة حوالي 10 دقايق، يعني من 7 دقايق ل10 دقايق مش أقل من كده. كل ما العجينة تنعم معايا أكتر، كل ما هتدّيني نتيجة أفضل. زي ما أنتم شايفين أهو، أنا لمّيتها بقت كورة كده متماسكة والسطح بتاعها أملس. خلاص هاسيبها تخمر. حطيت مسحة من الزيت في البولة وهاغطيها بstretch wrap وهاسيبها تخمر لمدة ساعة. طبعًا لو إحنا في الصيف العجينة بتخمر بسرعة جدًا، أقل من نُص ساعة هتلاقيها خمرت. لكن لو درجة الحرارة منخفضة أو إحنا في الشتا لازم تسيبيها مدة طويلة شوية. ممكن تدخليها مثلا في دولاب المطبخ وتقفلي عليها مكان دافي يعني، أو مثلا نكون مشغلين الفرن وطفيتيه خلاص على حرارة هادية كده بتاعة الفرن، تسيبيها تخمر، هتتفاعل الخميرة بسرعة وهتلاقيها خمرت معاكي على طول. هبتدي بقى أقسم العجينة لكور منتظمة. طبعا اتحكمي في الحجم زي ما انت عايزة، بس يا ريت ما تكبروهاش قوي لان دي ميني بيتزا يعني، فاحنا عايزينها يعني تكون صغيرة كده على القد يعني. فطبعًا أنا عملتها كِوَر كده بحجم ليمونة كبيرة. خلاص كوّرت كل الكمية، وطبعًا ما ننساش إن إحنا نغطّي العجين عشان ما ينشفش. ما ينفعش نسيبه كده مش متغطّي، لإن العجينة بتنشف معايا وبتعمل قشرة كده مش لطيفة.
هبطط بقى العجينة كده بإيديا بالراحة خالص، وبعد كده بأي كوباية عندك القاعدة بتاعتها هبتدي أعمل فراغ كده في النص للكورة بتاعة العجينة، وأعمل لها زي سور كده. السور ده هو ده اللي هيساعدني إن المكونات ما تقعش من على سطح الميني بيتزا، لأن طبعا الميني بيتزا بتبقى صغيرة جدا، ف يعني ما بنعرفش نحط فيها مكونات كتير يعني، أو ما بتشيلش مكونات كتير، ما بتستحملش. فالسور ده لما العجينة تدخل الفرن هيساعدني جدا، وهيخلي شكلها حلو، والمكونات هتفضل ثابتة عليها. طيب لو انت بقى مش عايزة تعملي الكور والكلام ده كله، خلاص عايزة تشتغلي بالنشابة، افردي العجينة كلها بالنشابة وقطعيها بالقطاعات، طبعا قطع منتظمة، واشتغلي بيها على طول عادي، مفيش اي مشكلة، بس احنا حبينا نشتغل بالاسهل. بعد كده خرمت العجينه كده بالشوكه زي ما شفتوا، وسبتها كده ترتاح 10 دقايق عقبال ما اعمل صوص البيتزا. وطبعا عشان ما اطولش في الفيديو، انا كنت عامله معاكم صوص البيتزا في فيديوهات كتير قبل كده، هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف بالتفاصيل، وتشوفوها وتعملوا زيها. بجد صوص البيتزا بتاعي ناجح جدا وهيعجبكم جدا ان شاء الله. انا معايا فلفل الوان احمر واصفر واخضر، ومعايا كمان قطع طماطم مقطعاها وشايله البذور واخده اللحمه بس، ومعايا زيتون اسود، وكمان جبنه موتزاريلا. وطبعا الجبنه الموتزاريلا انا بوريكم ان هي بدرجه حراره الغرفه، ولازم لازم لازم ان هي تكون مش مجمده. طبعا انا قلت لكم المعلومه دي قبل كده، وباكد عليكم فيها في اي معجنات بنعملها وبنضيف فيها جبنه موتزاريلا. نخلي بالنا جدا، لان احنا طبعا بنبقى مستنيين مطه معينه كده، اللي هي اللي بنشوفها في الاعلانات والكلام ده. لازم تكون الجبنه موتزاريلا يا جماعه بدرجه حراره الغرفه، ما ينفعش نشتغل بيها ابدا وهي مجمده. وبعد كده طبعا حطيت الصوص البيتزا الاول على العجينه، وبعد كده ضفت جبنه موتزاريلا، لان الجبنه الموتزاريلا دي هي اللي هتمسك المكونات اللي هتتحط عليها. اهو خلصت الكميه كلها. وبعد كده ضفت الفلفل والزيتون والطماطم. طبعا انت تقدري تتحكمي في الحشوه اللي عندك، ممكن تضيفي سوسيس فراخ اللي يعجبك، بس طبعا البيتزا بتاعت الافران يعني عايزه اقول لكم ان هي ما بيبقاش فيها كل المكونات دي. احنا بنحاول نخليها اقتصاديه، وبنحط فيها في نفس الوقت يعني مكونات مفيده للولاد، سواء هياخدوها معاهم المدرسه او الحضانه او الكلام ده، او حتى احنا الكبار هنفطر بيها مثلا الصبح. يعني بنحاول نحط فيها مكونات ما تكونش تقيله قوي يعني. اهو ثبت كل المكونات عليها كويس، واخر حاجة هحط رشة جبنة موتزاريلا تاني عشان تربط كل المكونات دي كده مع بعض. بالمناسبة صوص البيتزا سهل جدا، انا جبت نص كيلو من الطماطم، ضربتها في الخلاط كويس قوي، وبعد كده حطيتها في الحلة، صفيتها طبعا من القشر والبذور، وضفت عليها رشة ملح وفلفل ورشة زعتر مجفف ورشة بابريكا صغيرة قوي، ورفعتها على النار، وطبعا معلقتين زيت، ورفعتها على النار لغاية ما تقلت كده وبقت مركزة، سبتها تبرد وابتديت اشتغل بيها. طبعا انا خلصت كل الكميه، هدخلها الفرن على درجه حراره 180 على فرن مسخن مسبقا. هتاخد في الفرن حوالي تلت ساعه لنص ساعه، هتكون استوت ان شاء الله. طبعا مش هنسيبها اطول من كده، لان دي ميني بيتزا صغيره فبتستوي بسرعه يعني. اهو بصوا شكلها كان حلو قوي في الفرن. وبعد كده بنقدمها بالهنا والشفا. طبعا العجينه دي ممكن تقعد معاكي لغايه اسبوع، لان احنا يعني ما حطيناش فيها اي حاجه قابله ان هي مثلا تبوظ او تحمض او كده. ف يعني اعتمديها بقى عندك وجربيها وقولوا لي رايكم في التعليقات. بصوا من جوه هشه جدا وقطنيه وناعمه خالص، يعني عايزه اقول لكم ان هي حلوه حلوه جدا بجد، يعني لازم تجربوها. واشوفكم في فيديوهات جديده ان شاء الله. باي باي.